السلام عليكم، يسعد اوقاتكم صبايا من ما كنتوا عم تشوفوا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم. بدي ارحب بكل صبية انضمت لقناة جديد واشتركت فيها. اهلا وسهلا فيكم صبايا، نورتوني. اليوم رح نعمل تحلية كتير طيبة وسهلة. هالليالي رمضان الحلوة لازم لها تحلاية سهلة وطيبة وما تضلي واقفة كتير بالمطبخ. رح نساوي اليوم ليالي لبنان، طريقة كتير سهلة. اول اشي هون معي المقادير جهزتن. بدنا لتر حليب. لهي التحلاية مقاديرها كتير سهلة وبسيطة وما بتخليكي واقفة كتير بالمطبخ. اول اشي عندنا لتر حليب، عندي كمان نص كاسة سكر وكاسة كبيرة من سميد العادي الوسط اللي بنساوي فيه الهريسة، وظرف فانيليا. هدول المقادير كتير سهلة مثل ما انكم شايفين. ضفت الحليب بالطنجرة وحطيت فوقها السميد والسكر والفانيليا. الشغل الحلو فيها هالتحلية انه بنضيف المقادير كلها فوق بعضن وبنحطها على الغاز لوقت ما تغلي ويسمك الخليط بتصير جاهزة معنا. وهون هلا بعد ما حطيته على الليزرية ضليت عم بحرك فيهم حتى يتقل الخليط. طريقتها كتير سهلة. يمكن صرعتكم شوي انا عم بقلكم طريقتها كتير سهلة، لانه عن جد ولا اسهل من هيك طريقة ولا اسهل من هيك تحلاي وطعمتها كتير طيبة. هون انا عندي هاد القالب او باي قالب بتحبوا تسكبوها فيه، حطيتها وحطيت كمان صحن بدي اسويه على شكل هلال بيطلع شكلها كتير حلو. بما انه نحن برمضان راح نساوي هيك شكل الهلال بطلع حلو. فضيت الخليط حتى على السخان ما طول معي، فورا بيغلي ومنسمك فورا منطفي عنه الغاز وبنسكبه بالقالب اللي بدنا نقدمه فيه. سكبتها هون بالقالب بنحطها بالبراد تقريبا شي ساعة حتى تبرد شوي وتتماسك. وهلا هون بعد ما تماسكت طلعتها من البراد، حطيت لها فوقها علبة من القشطة. بنود القشطة بالتساوي على الوجه. بعد ما مدينا القشطة بنطالعها من القالب بنفك اطراف القالب. انا عندي هذا القالب بيطلع يعني اطرافه بتضل بس الصينية، او اذا فيكم تخلوها بنفس الصحن بالبايركس كمان بصير ما بتفرق. بنطالع الصحن على مهلنا عشان ما نخرب شكل الهلال. ومن على الاطراف حطيت لها كمان فستق حلبي زينته. هون التزيين حسب الرغبة، كل واحد ايش بيرغب ايش بتحبوا تضيفوا له بينحط له. حطيت لها فستق الحلبي، وعندي هذا الورد المحمدي كمان هيك شوي قطفت منه حطيته على وجهه، عطاه كمان هيك شكل كتير حلو. وهون هذا القطر انا كنت مجهزته قبل بوقت. للقطر كاسة سكر وثلاث ارباع الكاسة مي وعصرة ليمونة صغيرة ما بنكتر وخلينا يغلو وبصير جاهز. وهيك هاي كانت تحليتنا لليوم. طريقتها كتير سهلة وبسيطة وطعمتها كتير طيبة عن جد. اول مرة بجربها انا، بس فعلا والله عن جد طلعت كتير طيبة. جربوها وما راح تندموا ان شاء الله. هذا شكلها النهائي، حتى طلع شكلها كتير حلو وراقي وبشهي ما شاء الله. وبحب اتشكركم لكل من وصل معي لهون لنهاية الفيديو. لا تنسوني من لايك، واذا عجبكم الفيديو شاركوه مع اصدقائكم خليه يعملوا هالتحلاية السهلة واللذيذة برمضان اللي ما بتعذبنا كثير ولا بتخلينا واقفين كتير بالمطبخ. هنا جبت على الغرفة سويت القهوة، بس ما صورت القهوة معكم، كانت بنتي الله يحميها كانت عم تسوي لنا القهوة لسه. هون انا كنت عم بقطع ما اجاني صبور، صرت اقطعها ودقتها معاكم. فعلا عن جد طعمتها كتير طيبة. قطرتها بالقطر، قطر حسب الرغبة بتحبوه كتير او قليل، انتو برغبتكم براحتكم. وهذا هيك كان شكلها النهائي. بتشكركم كتير كتير، ما تنسوني من دعمكم كلماتكم الحلوة، والله يوفقكم يا رب وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب رمضان وعقبال كل سنة يا رب وتضلوا طيبين. السلام عليكم.